الحمد والشكر ليك يا رب. فوز مهم جدا 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 على البنك الاهلي 3-0. فريق قوي، فريق رخم، فريق يعني ربنا سترها معانا. الله فعلا ربنا سترها معانا. دعاوي الزملكاويه النهارده كانت واقفه حاجب قدام يو النور ومدبولي. بجد الاثنين دول ضيعوا اكتر من فرصه. الحمد والشكر ليك يا رب، الحمد والشكر ليك يا رب. كانوا كافلين يوقعوا الدنيا، كافلين ياخدوا الثلاث نقط النهارده البنك الاهلي. بس الحمد لله الحمد لله بعد شوط سيء سيء سيء، اسوأ شوط انا شفته للزمالك من كتير، من كتير قوي. انا ما شفتش المنظر ده للزمالك. مفيش بدني، مفيش كوره. البنك الاهلي بيطلع براحته، شغال براحته، بيسند براحته، يضيعوا براحته، وينور يجيب كوره في العارضه براحته، وكل حاجه بيعملوها براحتهم. لا حد بيضغط عليهم ولا حد بيوقف هجماتهم، بيعملوا كل حاجه، بيطلعوا بالكوره براحتهم جدا. بالعكس ده الزمالك مش عارف يخرج من ال 18. الزمالك مزنوق في ال 18 بتاعته زنقه اللي يعني مش عايزين كل يعني نقول حاجه مش حلوه بصراحه، زنقه وحشه قوي، مش عارف اخرج بال 18. الزمالك قصاد البنك الاهلي كان الاستحواذ 70-30. شوط اول كارثي بمعنى الكلمه للزمالك. الشوط الثاني كابتن معتمد جمال بصراحه عجبني جدا 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 بتغييراته. فتوح، احمد شريف، الاثنين مش احسن حاجه. الاثنين لسه ما رجعوش للفورمه، الاثنين البدني بتاعهم سيء. هو الفريق كله البدني بتاعه سيء، يمكن دول كان بزياده شويه، خصوصا اللي فتوح يعني بيلعب كاس عالم باك شمال، رجع اجازه، نزل نص ملعب من غير عبد الله واخوان الموضوع صعب 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 تلعب فتوح ومن غير ده ومن غير ده اللي بيقدر يسند عليهم ويقدر يلعبهم كوره. الموضوع صعب مع فتوح اللي تلعبه في نص الملعب وسط الناس اللي موجوده دلوقتي. الناس الموجوده دي بتلعب كوره جماعيه، وفتوح بيلعب كوره جماعيه ما عنديش مشكله. بس عبد الله كان بيعرف يغطي فتوح، بزيرة بيعرف يسند مع فتوح ويروحوا، كان شيكو لما بينزل بيلعب مع فتوح برده تمام. لكن دلوقتي مش موجودين، فبالتالي تحس ان فتوح مش ظاهر في نص الملعب. يعني انا بتمنى اللي هو يا اما يلعب وينج بدل احمد شريف، يا يلعب باك بدل بنتايج. لكن نص ملعب لا، او ممكن لسه البدني بتاع فتوح ما رجعش فمش ظاهر. هو واحمد شريف يعني ما كان تبديلات ممتازه، قدرت تغير بنزول شيك واحمد ربيع المشهد خالص بقى. منظر اللي شفناه الشوط الاولاني ده ابتدى يتغير، ابتدت الصوره تحلوي شويه، ابتدى الارسال يوصل، ابتدى الصوت يتسمع، ابتدى نقدر نشوف الماتش. نقدر نقول ان الزمالك قدر يوصل لاستاد بيلعب كوره، بيلعب ماتش على الدوري بثلاث نقط. بينزل كوره علينا الونش بيتالق فيها وبيقدر يقطعها مره واثنين وبيموت نفسه وبيسلمها لمحمد شريف اللي بيديها لعدي. عدي بيحطها لاوفر 10 على 10 لشيكو اللي هايل. النهارده شيكو كان عالمي بصراحه، النهارده شيكو كان كويس جدا، نازل رايق، نازل مركز، نازل عايز يجيب جون والتاني وعايز يكسب. فالموضوع بيبقى مختلف مع اللعيب ده بالذات لما بيبقى رايق والدنيا معاه حلوه. فجاب جون جميل قوي 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 قوي. بعد كده برضو الدنيا تقدر تقول لا، ابتدى البنك يضغط تاني، ابتدى مدبولي يضيع، ابتدى نور يضيع، ابتدوا يضغطوا برضو شويه. بس برضو الزمالك بيروح، الزمالك بيعرف يطلع بالمرتده، الزمالك بيعرف ينزل يقطع كوره ويلعب كوره، مش زي الشوط الاولاني خالص اللي انت مش عارف تطلع بال 18 دوت. طبعا بقى في الدقيقه 56 ما يعني مش الدقيقه 56، هو من الدقيقه 50 للدقيقه 57 58 59 60 البنك فعلا زنقك تاني وضغطك تاني. بس زي ما قلت لك انت لحد ما مش زي الشوط الاولاني، خصوصا بالتبديلات اللي نزلت ونزول محمد السيد برضو ونزول حسام اشرف اللي غير الدنيا. الاثنين فعلا فرقوا جدا مع في الشوط الثاني. محمد السيد في الدقيقه 85 بيصنع بكعب رجله عالمي، كعب زي بتاع اسمه ايه قرار بتاع الاهلي، واحده اختها كده بالظبط، اداها لبنتايج، بنتايج ما استناهاش على طول من من لمسه واحده. حسام اشرف دخل على القريبه حطها 10 على 10 يا حسام اشرف. هو ده المهاجم اللي انا عايزه، هو ده المهاجم اللي الاقيه قدام ولا الاقيه ورا ولا الاقيه بيضغط ولا الاقيه بيضرب ولا الاقيه بيروح. وكان بيعملها ناصر منسي السنه اللي فاتت. بس طبعا فورمه الفكاهين اللي هو عاملها دلوقتي دي مش جايبه خالص، مش ما ينفعش، صعبه جدا اللي هو يلعب. لازم لا، لازم يخس ولازم يرجع تاني يشوف البدني بتاعه، عشان يعني مش هينفع المنظر ده، مش هينفع. طبعا الزمالك بقى خلاص، ابتديت بقى تلعب كوره، ابتديت تمسك كوره، ابتديت تلعب بمزاجك، ابتدى طلع عدي ونزل ايشو وخلاص بقى هو بيريح الدنيا شويه عشان خاطر عارف اللي لسه فيه المطوشه اللي جايه. فبرضه محمد السيد تاني بيعمل عرضيه ولا احلى الايشو اللي حطها حلو قوي في الجون. ولاد الزمالك يا باشا، حسام اشرف وايشو ومحمد السيد ولادنا، هم دول اللي انا مبسوط جدا بمكسب الزمالك بسبب الثلاثه دول. الثلاثه دول حرفيا تالقوا النهارده، كان شكلهم كويس قوي 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 النهارده. يا مسهل يا رب ان شاء الله دايما على طول.
ومن مكسب لمكسب، وكنت مبسوط قوي بالمكسب دوت، لانهم معنويات، بيرفع معنوياتك، بيرجع لك حتى لو البدني بتاعك قليل، لا بيعلى مع الفوز، بيعلى مع الاهداف، جمهور بيسخن، الدنيا بتشتغل اكتر. فان شاء الله يا رب دايما فوز. ولو اول بقى مره تشوفني، ما تنساش تعمل لي فولو وقول لي رايك في الكومنتات، واحلى مسا عليكم، سلام عليكم.